ذلك يدل على إعجاز هذا القرآن يا إخواني، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل هذا القرآن يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمورنا، وتلم بها شحثنا، وتهدينا بها إلى صراطك المستقيم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الصحة في أبداننا، ونسألك الصدق في ألسنتنا، ونسألك زيادة الإيمان في قلوبنا، ونسألك اللهم الثبات على الحق في ديننا ودنيانا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم اجعلنا من متغاء هذه الليلة المباركة يا الله. اللهم اجعلنا من متغاء شهر رمضان المبارك يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا والمسلمين جميعا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بحق تقربنا إليك في هذا الشهر المبارك أن تنصر إخواننا في الجيش يا الله، وكل المقاتلين معهم على هذه الظلمة الباغية. اللهم عليك بالدعم السريع يا الله. اللهم شتت شتهم، فرق جمعهم وأجل قوتهم، واجعل بأسهم بينهم شديد. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر فيهم أحدا يا الله. هم ومن والاهم ومن ناصرهم ومن قاتلهم برحمتك يا رب العالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. انزل على السودان الأمن والأمان، وانزل على السودان السلم والسلام برحمتك يا الله. اللهم اغفر لأهل هذه البلدة يا رب العالمين الذين سلفوا ورحلوا إلى دار الآخرة. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد ومن عمره ومن صلى فيه يا أرحم الراحمين. اغفر لنا جميعا مغفرة واسعة من عندك يا رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم.